خلاص ماشي يا جماعه، زي ما قلنا لكم كده ان احنا النهارده هنعمل البيف ويلنتون لمحمود، رنا هتعمله يعني. عملته خلاص اهو، فاتفرجوا بقى على الفيديو عشان تعرفوا الوصفه ازاي وتعرفوا الطريقه كلها وتعيشوا معانا لحظه بلحظه. يلا فرجيهم. ايوه. عندي هون بطاطا مقطعتها هيك قطع صغيرة، رح اسلقها 10 دقايق وبعدين رح احطها بالفرن، احط لها التتبيلة واحطها بالفرن. هلا بعد 10 دقايق شوفوا كيف طلع النشا هيك على الوش، بالضبط هذا اللي بدي اياه. مش طالعون، بغسلهم وبعدين رح احط لهم البهارات. طيب هاي البطاطا هلا بعد ما سلقتها قلت لكم يعني انا سلقتها كتير فلازم نسلقها اقل، ممكن نسلقها 7 دقايق مثلا عشان نطلع منها النشا. فهلا اول شي رح احط الثوم، طبعا من كتر توم مش قد ما بدكم، اطيب شي توم. اوكي، بابريكا، ملح طبعا، ملح خلصان ولا شو؟ فلفل اسود، كزبرة وأوريجانو. هاي بنحطها بالفرن. الفرن 10 دقايق من فوق لحتى بس تقرمش. هلا عنا هون فطر اسمه بلا، يمكن بلا مشروم هذا البني. طيب فراح احطهم بالفود بروسيسور مشان يطحنون، وبحط معهم شوية توم مقطع. هلا رح ما اوسعوا كلهم، رح اطحن هدول وارجع الباقي. طيب تعال. وهي اول دفعة صارت جاهزة، رح نعمل الباقي. وبما انه عم بتبع طريقة الشيف رمزي شفت انه هو بيحط كستنة، فرح استعمل هدول الكستنة مطبوخين وجاهزين، بس رح ضيفهم على الفطر والمشروم اطحنهم مع بعض وبعدين رح اخلطهم مع الوجبة الاولانية. رح نحطها كلها، رح ننشفها. طيب رح نحط لهم ملح وفلفل اسود. هلا هنا كميتهم كبيره بس المشروم كتير فيه مي، فهلا كله رح يطلع المي ورح يعني رح تشوف انه كميته رح تصير اقل. نحن بدنا ننشفها كتير منيح لانه البيف ويلنتون بتكون مغلفه من برا بطبقه بيف بيستري، فبدنا نحاول انه ما نخلي فيه سوائل ابدا، فبنحطها على نار واطيه وبنروح بنجي بنحرك لبين ما تنشف السوائل منها قدر الامكان. وهلا صار وقت اللحمه. هي قطعه اللحمه اللي لفينا عليها الدنيا كلها لقيناها. اذا ما شفتوا الفيديو ما بتعرفوا شو القصه، رح اترك لكم اللينك لحتى تشوفوا الفيديو. قطعة اللحمة اللي بنستخدمها بالبيف ويلنتون اسمها تندرلوين، وإذا حابين تعرفوا منين جبتها وشو قلت للحام وكل هالقصص شوفوا الفيديو اللي نزلناه قبل هاد. هلا أنا جبتها شوي كبيرة ورح شيل كل هدول الزوايد منها واستعملها بطبخة تانية. فمثل ما شايفين عم شيل هدول الزوايد، وهلا فرجيكم كيف صارت معي. وهي النتيجة النهائية. هلا هي صارت جاهزة، رح احط لها ملح وفلفل اسود ورح اشويها شوي على النار، شوحها يعني من برا بشوية زبدة. طبعا اهم شي انه نحط ملح وفلفل اسود كمية معقولة يعني، لانه رح يروح جزء منيح منهم بالتشويح. وهيك بنعمل اول وش وبعدين بنقلبها على كل طرف لحاله وبنحط له ملح وفلفل اسود وحتى بنحط على الجوانب. طيب شوفوا كيف هلا هيك نشفت المي تبعيته تقريبا، بس لسه فيه شوي فرح اتركه كم دقيقتين. تمام.
سخنا الطواي، رح نحط زبدة بسم الله بسم الله. ومثل ما شايفين هلا عم باخد من هاي الزبدة الدايبة وبحطها على الوش، بس هيك مشان ما تنحرق الزبدة، كنت خايفة عليها انه تنحرق، حتى ضفت لها شوية زيت زيتون. وهلا بعد شي 3-4 دقايق رح اقلبها وشوحها من كل الاطراف حتى من على الجناب. واو، هذا اللون اللي بدنا اياه. واو، نعطيها هيك لفة. شكلها مغري جدا. كيف صارت؟ واو. هلا بدنا من هذا الطرف. بسم الله ما شاء الله. واو. واخيرا وصلنا لاخر طرف فيها هيك على الجنب، طبعا لانه كانت كتير تقيلة ما استحملت كتير. وهلا هيك صارت جاهزة، فرح نشيلها ونتركها ترتاح على جنب. اوكي رح نحط لها ماسترد، ديجون ماسترد، سوري. نعمل لها هيك، نعمل لها مساج بالماسترد. وقلت لحالي خليني اعمل على الطريقه الاصليه، بما انه هن بيحطوا لها كريب، فخليني اعمل كريب بالبيت وحطها. بس للاسف الطريقه ما نجحت معي، فمشان هيك ما كتبت لكم المقادير. بس استخدمت اللي طلع معي، لانه ما كنت بدي كبه. فيعني انتوا اذا بتعرفوا طريقه كريب مرتبه جربوا اعملوها. وهلا وقت رح نلف كل شيء مع بعضه بفرجيكم كيف استخدمت الكريب. طيب رح نشتغل هلا، رح نلف شو اسمه الستيك مع هي المفروض اول شي الستيك من برا رح يكون في طبقة تركي، وبعدين طبقة كريب، وبعدين طبقة باف بيستري. فهلا رح نبلش بالكريب. هلا هذا هو الكريب اللي طلع معنا، رح نشتغل فيه. يا جماعة هو جاي على بيض شوية، يعني جاي على عمط. بس يعني ماشي. هن بيحطوا الكريب مشان يمتص من السوائل، وفي ناس تعملها من دون كريب، فأنا عملتها من قبل من دون كريب وطلعت كتير طيبة. وهلأ رح أحط التركي، هدول شرايح تركي كتير رفيعة، طبقهم هيك فوق بعض بحيث انهم يكونوا overlapping، يعني ما تخلوا فيه مساحة بينات بعض، انه يتغطى كل شي. هلأ ضل عندي قطعة وحدة فما عرفت وين بدي احطها، فحطيتها هون مبدئيا يعني. وهلأ رح احط خليط الكستنة والفطر وكل هالقصص اللي عملناها، رح نحطها فوق كلها طبعا بعد ما يكون برد ومنيح. شوفوا كيف صار القوام عندي. هلا رح افردهم كلهم بطبقة واحدة، بحيث انه تكون طبقة واحدة متساوية. وزاد عندي شوي، يعني اذا لقيتوا انه زيادة ما في داعي تستعملوهم كلهم. واخيرا هلا بنجيب اللحمة بنحطها بالنص، ورح نلف كل هدول الشغلات على بعضهم. بنحاول انه يعني نلف بقوة مشان كل شي يمسك مع بعضه. ورح نحطها بالفريزر لمدة ربع ساعة أو نص ساعة على قد ما معكم وقت يعني. كنت هون عم بعاني، ما عرفت كيف بدي سكرها. بالأخير شلت هي قطعة التركي وغيرت مكانها، لأنه ما لفت كلها، قطعة اللحمة كانت كبيرة فكان بدها شقفة تركي زيادة. يلا مو مشكلة، هي الحياة تجارب أصلا. بس المهم انه تحاولوا انه تلفوها منيح، والنايلون بيساعدنا انه نرص منيح كل شي مع بعضه. فمنلفهم هيك، وبعدين مندحرجها هيك، بدحرجها على الطاولة لحتى تمسك منيح مع بعضها. ومع هيك ما مسكت، بس منحاول. وهلأ جينا لآخر طبقة من البيف ويلينغتون، وأخيرا هي شريحة باف بيستري كاملة بس ما كفت، فقطعت من شريحة تانية وهلأ رح أوصلهم ببعض. فبعد ما وصلتهم مع بعض بينوا كأنهم قطعة واحدة، ما بين انه في اختلاف ابدا. هلا طلعت هاي البقجة من الفريزر اللحمة، وبحطها هيك شوي شوي جنتلي يعني فوق الباف بيستري. وهون مهمة صعبة جدا، لازم لفهم كلهم مع بعض. طبعا كانت الباف بيستري ملزقة شوي في الطاولة فكان في صعوبة. فحطوا طحين انتوا قبل ما تلفوها، وهيك بنحاول انه نلفها شوي شوي لحتى تغطي قطعة اللحمة كلياتها.
والحمد لله تمت العملية بنجاح. وهلأ هيك اشفي زوايد اشفي أطراف بنطحشن لتحت لأنهم هدول بس ينطبخوا بيطلعوا مرمشين وكتير طيبين، فأنا ما بحب كب شي ولا شيل شي، خليهم هيك لجوا بيتخبوا وهيك بتطبطبوا عليها شوي. وهلأ بنجيب الصحن اللي بدنا نخبزها فيه وقطعة ورق الزبدة. أنا كرمشتها مشان تتشكل معي بسهولة الورقة جوات الصحن، تعلمت هاي الطريقة ما بعرف من وين. وهلأ المهمة الصعبة انه بدنا ننقل كل هاي قطعة اللحمة مع كل الشغلات على الصينية اللي بدنا نخبز فيها. فبسم الله شوي شوي. ايوه الحمد لله كله تمام. وهلأ لأنه بدي أتفنن شوي فجرحتها هيك تجريحات بسيطة ما تكون غميقة، انتبهوا. طيب يلا رح أحط هلأ هيك، رح ندهن بيض ومي، هاي بيضة وحدة مع شوية مي أجواش. بعدين هون أنا الفنانة عشان تلزق عملت حرف ام. الله عليك. أنا طبعا بتحب ماما. شوفي شلون صار شكلها بعد ما هاي. اوكي الله عليك. وحدة أطول من وحدة. بالمناسبة السعيدة دي بتهدي الحرف الأمنية. بهدي لمحمود. والماما بتهدي لماما وبابا. وهلا قبل ما نحط البيف ولنتون بالفرن، علي قرر يعمل لكم جوله جوات الفرن ويفرجيكم شو طابخين. ماما عملت كبه بالسياخ، اذا بدكم الطريقه اكتبوا لي بالتعليقات تحت. وكنت انا عامله بروكلي وبطاطا وجزر وشغلات كتير جنبها. وهلا بندخلها على فرن حامي درجه حراره 425 فهرنهايت لمده 45 دقيقه، او لحتى يحمر وشها يصير هيك. اذا بتحبوها مستويه زياده اتركوها اكتر على نار اوطى شوي. وبس هيك والله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم طبعا ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وهي وصفة مو سهلة بس كتير كتير طيبة واكيد مستاهلة انكم تجربوها. فاذا جربتوها لا تنسوا تقولوا لي شو رايكم فيها. ولو اول مره تشوفونا، انا علي وانا رنا، ودي قناتنا علي اند رنا فلوجز. فاكروا تشتركوا في القناه ومفعلين الجرس عشان اي فيديو جديد ننزل يجيلكم تنبيه على طول الفيديو نزل. ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه. باي باي.